شايفين ما شاء الله السويس رول شكله تحفه، وعملناه باسهل طريقه. بصوا حشوه جوه. بصوا اول خطوه معايا بحط 4 بيضات عليهم فانيليا ومعلقه كبيره خل عشان زفاره البيض وبتخلي معايا الكيك هش قوي ولونه فاتح. نص كوبايه سكر، ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه نشا، معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، ومعلقه صغيره محسن جل متاح يعني هتلاقوه في كل محلات مستلزمات الحلويات، وكوبايه الا ربع دقيق. يبقى كده المواد الجافه اللي حطيناها كوبايه كامله، كوبايه الا ربع دقيق وربع كوبايه نشا. ناخدهم بقى كده كلهم ونضربهم كده كلهم مع بعض لحد القوام ما يتضاعف. بصوا جبت كده صاج مقاس 30 في 40 وهفرش فيه ورقه زبده على قده. مهم قوي ورقه الزبده في السويس رول عشان تعرفوا تطلعوه ما يتفتفتش منكم. ننزل بقى الخليط كده كله. شايفين الخليط ما شاء الله من غير دقيق سبونج ولا اي حاجه، يعني كل الجمال ده بكوبايه الا ربع دقيق بيتي بس. نسوي وش السويس رول كده عشان لما يطلع معانا كله سوا واحد، يعني ما نخليش حته اعلى من الثانيه. بصوا هخبطها كده خبطتين بس اطلع منها الهواء وهدخلها الفرن على 180. خلاص كده السويس رول طلع معايا من الفرن، قعد معايا بالظبط حوالي 12 13 دقيقه على 180. شايفين لونه ما شاء الله فاتح ازاي؟ اول ما طلع على طول غطيته بورق زبده، وبعد ما حطيت عليه ورقه الزبده بسلك كده الحروف بالراحه. لازم ورقه الزبده دي تتحط اول ما يطلع معانا من الفرن على طول. بعد كده بحط عليه لوح تقطيع او اي حاجه عريضه كده بحيث اعرف اقلبه عليها. بصوا دي ورقه الزبده اللي كانت من تحت، نشيلها برده كده بالراحه. بصوا بقى بعد ما سلكت ورقه الزبده هحطها عليها من الناحيه النظيفه. شايفين بالشكل ده كده، وارجع بقى اقلبه زي ما كان تاني. بحط فوطه كده، مهم قوي نلف السويس رول بين ورقتين زبده وفوطه عشان ولا ينشف ولا يتكسر معانا. كل الكلام ده وهو سخن، ما ينفعش اسيبه يبرد خالص. بصوا بقى باخده كده وبلفه بالراحه. بسم الله. اهم حاجه بس نلف بالراحه ونعمل كل الخطوات دي وهو سخن، وهو ملفوف بقى كده في الفوطه بسيبه يريح شويه. ما بشتغلش بيه دلوقتي، بسيبه يريح حوالي ساعه. بصوا اول حاجه هضيف كوبايه من كريمه الخفق تكون ساقعه جدا وهضربها لوحدها شويه الاول. هضربهم كده لوحدهم شويه الاول على اعلى سرعه. بصوا انا ضربت كريمه الخفق لحد القوام ما تقل معايا كده شويه، وبعد كده هضيف عليها كريم شانتيه وكاتبه لكم المقادير وكل حاجه بالتفصيل. نضربهم برده مع بعض على اعلى سرعه. خلاص كده انا خفقتهم مع بعض كويس جدا لحد القوام ما تضاعف كده، والكريمه بصوا بقت ماسكه. شايفين ما بتنزلش بالمضرب. عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا، انا هنا حطيت كوبايه كريمه خفق وكوبايه كريم شانتيه. لو كريمه الخفق بالنسبه لك مكلفه او مش متوفره عندك مش مشكله، ما توقفيش حياتك ولا الوصفه عليها. هتعملي برده كوبايه الكريم شانتيه مع كوبايه ميه متلجه مش لبن، عشان تماسك الميه مع الكريم شانتيه بيبقى افضل. بس انا هنا عملت بكريمه خفق لان الطعم بيبقى احلى. بالكريم شانتيه بيبقى حلو برده، بس انا بقول لكم الحلو والاحلى. بصوا انا سبت السويس رول كده يرتاح وياخد نفس الاسطمبه بتاعت الشكل الرول ده كده، سبته حوالي ساعتين. وطبعا كنت لفاه بورق الزبده وبفوطتين كده فوق بعض عشان ما ينشفش خالص. بصوا بفكه كده بالراحه، واول حته اللي هي اللي متنيه دي بسيبها كده متنيه، ما باجيش جنبها خالص، وهقول لكم دلوقتي ليه. شيل بس الورقه اللي تحت دي، في حته اتقطعت مني هنا دلوقتي وانا بفك عادي خالص ما فيش اي مشكله، وهقول لكم هتتدرى ازاي. بصوا بفرد كده عليه في الاول جزء من الكريمه مش كتير، حاجه بسيطه. شايفين الكريمه قد ايه ناعمه معايا؟ عشان الكريمه كانت ساقعه كويس معايا وعشان اتضربت كمان حلو. اهم حاجه تتضرب كويس، اهم حاجه تتضرب كويس على سرعه عاليه جدا.
بصوا شايفين الحته اللي متنيه بتاعت السويس رول اللي في الاول دي؟ ما بحاولش افردها ولا افكها خالص، بالراحه كده وبدخل الكريمه جواها. شايفين انا حطيت مسحه بسيطه جدا من الكريمه. ده ربع كيلو فراوله، غسلته كويس قوي، وبعد ما غسلته نشفته كويس قوي. التفاصيل دي مهمه قوي يا جماعه والله في نجاح الوصفه. نشفته كويس قوي، ما خليتش فيه ولا نقطه ميه عشان ما يبوشليش السويس رول. وبعد ما نشفته كويس قوي ما خليتش فيه ولا نقطه ميه، قطعته كده مكعبات صغيره. معلومه تانية برضو، لو عاملين السويس رول محشي اي نوع فاكهه، خوخ مثلا، مانجا، اي كيوي، اي حاجه، ما تكتروش الفاكهه عن ربع كيلو خالص. بحطها واضح خالص ان هي ما فيهاش ميه خالص. برضو في الجزء اللي جوه ده بدخل كده بالراحه، من غير ما يعني ما تحاوليش ابدا تفرديه للاخر كده اهو، بالراحه كده وبدخل فيه. دخلت فيه الكريمه بنفس الطريقه، والفراوله برضو بنفس الطريقه. وانتي بتحطي الحشو برضو راعي ان الحروف ما يكونش فيها كتير عشان ما يطلعش منها، لان احنا كده كده هنقص الحروف دي، فمش عايزين يطلع فيها فراوله كتير. بصوا بضغط الفراوله كده بس بخفه عشان ما تطلعش كده، يعني يبقى السويس رول كده قطعه الجاتوه كده تكون متماسكه. بصوا بلفه برده كده بالراحه خالص. اهم حاجه في نجاح السويس رول ان انتوا تتعاملوا معاه برفق كده وبالراحه، حتى لو حاجه اتقطعت منكم مش مشكله، ما يهمكوش. خلاص كده انا لفيته كويس، بلفه بقى كده كويس جوه ورقه زبده بالراحه برده وبضم. شايفين؟ بقفل عليه كده بالراحه، او ممكن تعملوا الحركه دي جوه ورقتين زبده برده، مش لازم كويس. وبقفل عليه حلو، اهم حاجه بالراحه. وهنا بضم جامد بقى، بضم جامد عشان عايزه السويس رول يطلع متماسك ويطلع رول كده ماسك نفسه. بصوا باجي من الحرف برده كده، شايفين؟ وبضم جامد برده. الحركه دي بتساعد ان هو يتلف ويتضم كويس. باخده كده بقى وبحطه في التلاجة حوالي 4-5 ساعات. ما تكتروش عن 4-5 ساعات، عشان لما بتكتروا بتحسوا السويس رول نفسه طالع بايش. انا مش عايزاه يطلع بايش ولا مجمد قوي، انا عايزاه بس 4-5 ساعات يكون تماسك اقدر اشتغل فيه. خلاص كده طلعتها من الفريزر، قعدت معايا بالظبط 5 ساعات. بصوا احط عليها بقى الكريمه دلوقتي. لو عايزين تعملوا الخطوه دي بالسكرابر مفيش اي مشكله برده. الحتت اللي تحت برضو اللي جوه دي اتاكد ان كلها كده اتغلفت كويس معايا قوي بالكريمه. اتاكد كده ان كلها اتغلفت وخدت طبقه كده. بصوا جبت معايا بلاستيكه كده او حاجه عشان اقدر كده اعمل بيها السويس رول. بصوا بشيل برضو الحروف من هنا. مهمه قوي السكينه اللي بقطع بيها تكون سكينه كده ترانش منشار كده زي دي. كل مره بقطع لازم احطها في ميه سخنه وانشفها كويس. خلاص كده بعد ما فردت عليها الكريمه بجيب كده المشط، في ناحيه واسعه وناحيه ضيقه، بشتغل بالناحيه الضيقه. بصوا شايفين؟ بقطع كده على طول وبسحب لتحت. بصوا بقطع كده وبسحب لتحت خالص. بصوا ده ورق كب كيك جبته كده وفردته خالص. عملت فوقيها كده روزيتات بالكريمه وفوقيها الفراوله. كوبايه الا ربع دقيق وكوبايه كريم شانتيه، عملنا احلى سويس رول بالفراوله.